مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية واستهلها بالعناوين. أوضاع جيدة للمزارع في عدخالة. ورشة عمل حول استخدام أشجار الخيزران. أهمية الدراسات المسحية الجارية للتعرف على الثروات المائية في البرامج التنموية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بعد تحليق طائرات بالقرب من حدودها. البرلمان العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد. ومقتل 5 أشخاص بينهم شرطي خلال إطلاق نار في نورث كارولاينا. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية عدخالة بأن المزارع توجد في وضع جيد بفضل غزارة الأمطار هذه السنة. وأوضح المكتب زراعة مساحة تبلغ حوالي 21 ألف هكتار بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية. وذكر خبير تنمية النباتات السيد كيدان ماريام لاكي أن بذور الذرة المحسنة التي تم اختبارها في 5 ضواحي قد بلغت مرحلة الإثمار في منخفضات المديرية، لكنها لم تنمو في الهضبة لغزارة الأمطار. وأوضح ممثل مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد محرتاب هبلو نمو جيد للحشائش في المراعي وامتلاء السدود بالحفائر والمياه، داعيا أصحاب المواشي لجمع الحشائش وبقايا قصب المزارع لموسم الصيف والإسراع في الحصاد للحيلولة دون تلفها من الأمطار المتأخرة. نظمت سلطة الغابات والحياة البرية ورشة عمل يوم 14 من أكتوبر حول استخدام شجرة الخيزران شارك فيها 30 من أعضاء من جميع أنحاء البلاد. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفيه هابتو في الكلمة التي ألقاها إن الخيزران ينمو في البلاد منذ القدم ويواجه حاليا خطر الانقراض، وقد نظمت ورشة العمل لإعادة الشجرة التي لديها فوائد بيئية واقتصادية إلى وضعها الطبيعي وتنميتها بتوسع ورفع معرفة الأعضاء بالشجرة. وأوضح مدير المكتب الإقليمي لشبكة الخيزران السيد بروك كبده ومدير برامج المكتب الدكتور سليم رزان المشرفان على ورشة العمل إن المكتب الذي يضم دول إريتريا وإثيوبيا وبوروندي وكينيا ومدغشقر وملاوي وموزمبيق ورواندا وتنزانيا وأوغندا يعمل على خفض الفقر وخيارات الطاقة المنزلية، مشيران إلى وجود برنامج مستقبلي لإقامة مركز الخيزران في إثيوبيا. وذكر بأن المكتب نفذ 10 مشاريع حتى الآن في الدول الأعضاء وتوجد خطة لتنفيذ مشروع في إريتريا مستقبلا. وأوضح مسؤول حماية الغطاء النباتي في سلطة الغابات والحياة البرية سيد موسى روبيل في التقرير الذي قدمه إن الخيزران يوجد في بعض مناطق إقليمي عنسبو والقاش بركة ولديه قوة تكاثر سريعة حيث ينمو في غضون 3 إلى 5 سنوات ويوظف في مختلف الاستخدامات. وتأسست شبكة الخيزران العالمية في بكين الصينية عام 1997 ب10 دول وتضم حاليا 48 دولة عضو. أوضح مسؤول فرع المسح والمعلومات في الوزارة السيد سمر برهي للإنجاز أعمال مهمة منذ فجر الاستقلال للتعرف على الموارد المائية وخاصة المياه الجوفية والفوقية. وأوضح إجراء دراسات واسعة على مستوى البلاد في العام 1997 لتأمين مصادر مياه الزراعة المروية وخدمات مياه الشرب الصالحة للقرى والمدن، وبيّنت بأن المياه السطحية تصل سنويا حوالي 10 مليارات متر مربع، ولأن إريتريا تقع في منطقة الساحل والصحراء قليلة الموارد المائية وتذبذب هطول الأمطار يتطلب تخزين مياه أكثر من 2 مليار متر مكعب. وذكر حفر أكثر من 2250 بئرا نتيجة للدراسات التي أجريت خلال 30 عاما على مستوى البلاد بخصوص الاستهلاك المنزلي والصناعة وغيرها من المتطلبات المائية.
ويجلس حداد للقيام بالدراسات عن المياه الجوفية في 90 منطقة. وأوضح السيد سمري بأن السيول التي تمر على الأودية في البلاد تبلغ كمية مياهها من 1,000,000 متر مكعب إلى 1,000,000,000 متر مكعب سنويا. وقد شيدت الحكومة في السنوات 15 الماضية خزانات مياه كبيرة إلى جانب الجهود الشعبية المشجعة لحماية التربة والمياه، ودعا المواطنين لترشيد استهلاك المياه وحماية مصادر المياه من التلوث ومواصلة أنشطة حماية التربة وأعلى وأسفل السدود والحفائر. التقى رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد صالح أحمد الدين في 12 من أكتوبر شباب العمال في القطاع العام في مدينة مصوع، وبحث دور التنظيم الشبابي الواعي والقوي ومساهمته في البرامج الوطنية، وشدد على أهمية المشاركة النشطة للشباب وخاصة الشباب العمال في تنفيذ البرامج، داعيا الشباب لمعرفة جيدة لتاريخهم والمساهمة في توثيقه. وقال إن تاريخ إريتريا وشعبها خير مثال بأن الدولة لا تقام دون هوية وطنية. عقد في مديرية عد قيح لقاء لبحث برامج التصدي ودور المواطنين. شارك في اللقاء ممثلو المواطنين والجهات الحكومية في 21 ضاحية، وقد قدمت دعوة لجميع الدوائر الحكومية للعمل بقوة وتفعيل التأطرات الشعبية، باعتبار أن المواطنين هم الركيزة الأساسية في تنفيذ البرامج التنموية. كما تناول اللقاء دور المجتمع عامة والآباء والجهات الأخرى في إرشاد الشباب وتنشئتهم بالقيم الوطنية. وقال السكرتيرة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيدة أمة القسي ذاكرة القيم التي انتصر بها الشعب الإريتري، وهي ذات القيم التي ننتصر بها اليوم أيضا، مشددة على العمل الجاد فيما يخص هذه القيم. وأوضح مدير مديرية عد قيح سيد هبتاي تسفازجي أن الوعي والتنظيم هما الأعمدة الرئيسية للنجاح، مشيرا إلى الدفع بقوة حول تلك البرامج. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، وهو الأحدث في سلسلة عمليات إطلاق من الدولة المسلحة نوويا. وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق إنه دفع بطائرات مقاتلة ردا على تحليق مجموعة مؤلفة من نحو 10 مقاتلات من كوريا الشمالية قرب حدود البلدين، وإن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 170 قذيفة مدفعية قبال سواحلها الشرقية والغربية، وسط تصاعد للتوتر بسبب التجارب الصاروخية المتكررة التي تجريها بيونغ يانغ. ونددها مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية بتعمد كوريا الشمالية تصعيد التوتر، ووصف تحركاتها بأنها انتهاك لاتفاق عسكري ثنائي يرجع إلى العام 2018 ويحظر الأعمال العدائية في المنطقة الحدودية. وفرضت سيول أول عقوبات من جانب واحد على بيونغ يانغ منذ ما يقرب من 5 سنوات، حيث أدرجت في القائمة السوداء 15 فردا كوريا شماليا و16 مؤسسة تشارك في تطوير الصواريخ. وذكر بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية نقلا عن الجيش الكوري الشمالي أنه اتخذ إجراءات عسكرية مضادة قوية بعد تدريبات إطلاق لنيران المدفعية من كوريا الجنوبية. توافق نواب البرلمان العراقي على تعيين السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، ما يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة، كما أعلن مسؤول في الدائرة الإعلامية في البرلمان في ختام فرز الأصوات. فيما كلف الرئيس الجديد محمد شياع السوداني الوزير السابق والنائب لدورتين بتشكيل حكومة جديدة بعد عام من الشلل السياسي. ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 من أكتوبر من عام 2021 لم تتمكن الأطراف السياسية النافذة من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة رغم مفاوضات عديدة فيما بينها.
وفي صلب أزمة الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عدة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نور المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي. قال مسؤولون إن 5 أشخاص بينهم شرطي في غير وقت الخدمة قتلوا بالرصاص في مدينة رالي من ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وإن الشرطة نفذت عملية مطاردة واسعة النطاق أغلقت خلالها جزءا من المدينة وألقت القبض على مشتبه به. وقالت رئيسة البلدية ماري آن بالدوين في مؤتمر صحفي إن شخصين آخرين على الأقل بينهم ضابط شرطة آخر أصيبا ونقلا إلى المستشفى. وكثيرا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية التي تعتبر قوانين حيازتها وحملها من الأكثر تساهلا في العالم. وقتل في الولايات المتحدة حوالي 49 ألف شخص بالرصاص في 2021 مقابل 45 ألفا في 2020. دعت السلطات الأسترالية آلاف المواطنين إلى إخلاء منازلهم جنوب شرقي البلاد بعدما تسببت أمطار غزيرة تهاطلت منذ يومين وتسببت في سيول وفيضانات كبيرة. ووفق مسؤولين فقد تعرضت أجزاء كبيرة من ولاية فيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز والمناطق الشمالية من جزيرة تسمانيا إلى ظروف مناخية قاسية، واستقبل بعضها كميات أمطار عادة ما تسقط في أكثر من شهر. وقد وصل العديد من الأنهار في فيكتوريا بما في ذلك ماريبيرنونغ غربي ميلبورن وجوليبورن شمالا إلى مستويات مرتفعة جدا أدت إلى فيضانات شديدة واستلزمت إجلاء آلاف السكان. هذا وكانت ضربت فيضانات مدمرة الساحل الشرقي لأستراليا بشكل متكرر منذ أوائل العام الماضي. أختم هذه النشرة سيداتي وسادتي بتذكير بالعناوين. أوضاع جيدة للمزارع في عدغالة. ورشة عمل حول استخدام أشجار الخيزران. أهمية الدراسات المسحية الجارية للتعرف على الثروات المائية في البرامج التنموية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بعد تحليق طائرات بالقرب من حدودها. البرلمان العراقي ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد. ومقتل 5 أشخاص بينهم شرطي خلال إطلاق نار في نورث كارولاينا. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.